ولكن كون ان يتوفر 4 حاجات مع بعض في نفس الوقت ده توفيق من ربنا سبحانه وتعالى. انت موجود، طب يا عم ماشي انت موجود، بس انت مش موجود بمزاجك، يعني في الاول وفي الاخر احنا ما نملكش النفس اللي احنا بنتنفسه يا عم، بس انت جيت الشغل، اقول لك انت جيت الشغل واجتهدت وعملت اللي عليك، فانت موجود. انت عاوز تنسب الكلام ده لنفسك تبقى غلطان، ولكن يا عم هقول لك انت موجود، انت جيت الشغل بشطارتك يا عم، خلاص. طيب العميل جه، هل انت متحكم في ان العميل يجي لك؟ مش متحكم فيه يا عم، هقول لك ده انت كمان راجل جدع وشاطر وبتدور على العملاء لحد ما وصلت له، عاوز تنسب دي كمان لنفسك انك انت اتوفقت انك توصل له، يا عم انسبها لنفسك، ماشي انا معاك انسبها لنفسك. طيب هل انت تملك بقى توفر المنتج عندك؟ ما احنا ياما بقى المنتج نفسه مش متوفر، انا يا عم عاوز ابيع والعميل عاوز يشتري، ولكن المنتج نفسه مش متوفر لسبب انتاج، لسبب ان الحاجه اللي هو طالبها العميل مش متوفره دلوقتي، هتتاخر شويه. هل انت تضمن دي؟ يا عم ماشي، بافتراض ان انت راجل منتجك متوفر، هل بقى تضمن ظروف العميل؟ وظروف العميل شطاره منك باي سبب من الاسباب؟ يعني هل انت تضمن ان الفلوس العميل موجوده او ان ظروفه الحياتيه موجوده؟ مش في حاجات كتير قوي مش في ايدينا في البيع. يعني يعني انا حاولت امشي معاك الدنيا واقول لك دي بايديك ودي بايديك، لكن ولا حاجه من دول بايديك وانت عارف ده كويس. ولكن هل تضمن حاجه بقى اللي هي 100% مش في ايديك؟ هل انت تضمن ظروف العميل؟ هل انت تضمن ان العميل يبقى جاهز للشراء؟ دي هتضمنها ازاي؟